وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنشرح ليسن بعنوان subtraction with regrouping، ومش هيختلف كتير عن الليسن اللي فات لان هو بالظبط، ولكن بدل ما يكون addition هيكون subtraction. طبعا لو انت ما حضرتش الليسن اللي فات فخش على الفيديو اللي قبل دوت وهتلاقيه بالاكسرسايز بتاعته. يلا بينا نحل. هو مش هيختلف كتير، برضو نفس الفكره. احنا هنعمل اول actual answer هنطلعها، بس هنا المره دي ماينس، وبرده هنعمل لها round to the nearest الحاجه اللي هو طالبها. فهو هنا قال لي estimate by rounding to the nearest 1000، يعني انا هحط لاين على 1000، بس قبل ما اجيب الراوندنج لازم اجيب الاكتوال انسر الاول. طبعا الماينس هنا الطلاب ما بتحبوش قوي عشان هو subtraction، هو تروما، هو عقده الاطفال، فالموضوع يعني سهل بس هو ما بيحبوش وخلاص، مش عارفه ليه يعني. ف 0 minus 4 can't be. ف please يا 3 borrow me 1. ف 3 هتبقى 2، وال1 تقف جنب الزيرو وقفة رجالة فتبقى 10، وال10 minus 4 equal 6. بعد كده 2 minus 2 equal 0. 2 minus 5 can't be. please يا 7 borrow me 1. فال7 هتبقى 6، وال1 تقف جنب ال2 وقفة رجالة، فبقت 12 minus 5 equal 7. after 5 طبعا لحد ما نوصل ل 12 تبقى 7. بعد كده 6 minus 3 equal 3. ده كده الانسر. تعالوا نعد 1 2 3 وحط الكوما عشان نفرق الفاميليز ما بين بعضها. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل rounding to the nearest الحاجه اللي هو قال لي عليها. قال لي to the nearest 1000. طبعا انا كل اللاينز دي عشان اللخبطه هحط لاين على 1000 اللي موجوده هنا، اللي هي مين؟ اللي هي 7. طب ال 7 جنبها النمبر اللي جنبها بور اور ريتش، ال2 بور، يبقى مش تديني حاجه، فهتنزل 7 زي ما هي، وجنبها كام نمبر، كام ديجيت عشان نحط مكانهم زيروز؟ 1 2 3، يبقى 7000 ماينس ال3. هنا هحط لاين تحتها عشان هو قال لي راوند تو ذا نيرست 1000. فاللي جنبها 5 5 بور اور ريتش ريتش، فيبقى ال3 تتحول ل 4، فتبقى 4 وجنبها كام ديجيت عشان يتحولوا لزيروز؟ 1 2 3، يبقى 4000. لما اجي اعمل 7000 minus 4000 يطلع equal 3000. وبكده انا خلصت الليسون. هاخد اكزامبل تاني بس بدل ما يكون بالشكل ده، بدل ما يكون vertical هخليه هياخده horizontal. بمعنى تعالوا كده نجرب كده. for another example بيقول لي estimate by rounding to the nearest hundreds. المرة دي قال لي hundreds، وبرده نفس الكلام هنجيب الاكتوال الاول. بصراحه انا بحب قوي في الاكتوال ما اجيبش، يعني في الماينس ما اجيبش الاكتوال الاول، ولكن خلينا يعني ماشيين على نفس الريتم. يعني ليه ما بحبش اجيب الاكتوال الاول؟ علشان لما باجي اعمل ماينس بفضل اعمل بقى باي رينيمينج واخد بورو والكلام ده كله، فبيتغير النمبرز وبشخبط عليه. بس anyway يعني احنا خدناها المره دي بقى بالشكل ده على اساس ان هي الموضوع يبقى ايه، في تغيير يعني. 4 minus 5 كانت بي اللي سامعاك بتقول 1، ماشي؟ عشان دي مشكلتنا كلها يعني تكونوا عارفين الحاجه بس بتتلخبطوا. 4 minus 5 كانت بي، فهستلف بليز يا 8 borrow me 1. فال8 هتبقى 7، وال1 تقف جنب ال4 وقفه رجاله، فبقيت 14 minus 5 after 5 لحد ما اوصل ل 14 يبقى هتطلع 9. وبعد كده 7 minus 7 equals 0. 2 minus 9 can't be، هتبقى please يا 5 borrow me 1. فال5 هتبقى 4، وال1 هتبقى تقف جنب ال2 وقفة رجالة، فهتبقى 12. 12 minus 9 equal 3. after 9 to 12 هتبقى after 9 10 11 12 يبقى 3. بعد كده 4 minus 1 equal 3. 1 to 3 واحط كوما، يبقى الانسر 3309. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنعمل راوندنج اللي هو الحاجه اللي قال لي عليها. قال لي راوند تو ذا نيرست hundreds، يبقى انا هحط لاين على hundreds واشوف اللي جنبها بور اور ريتش. يلا بينا. ال100 هنا مين؟ طبعا هنا الفرح ده كله عايزين نمسحه عشان ما نتلخبطش. فهتبقى ال100 هنا هي 2، وال100 هنا 9 عشان بس ايه نكون عارفين. فال2 جنبها مين؟ جنبها 8 بور اور ريتش، هتبقى ريتش، فهتدي ال2 هتبقى 3، واللي قبلها بينزل زي ما هو، واللي بعدها بيتحول لزيرو. ماشي. طب هنا هعمل برضو نفس الكلام. ال9 جنبها نشوف اللي جنبها بور اور ريتش.
الحته دي بقى اللي معظمكم بتتلخبطوا فيها، وركزوا معايا، ممكن تكون جات لنا في سيشن الراوندنج مش عارفه. ال9 جنبها 7، فال7 هنا ريتش، فالمفروض تدي ال9، فال9 هتبقى 10. فاجي اكتب 10 لقيت ان انا مش هكتب اكيد ال10 كلها، فبكتب 0 وال1 كاري اب على اللي جنبها فتبقى 2. خدتوا بالكم من الحته دي؟ تاني ال9 كبرت بقت 10، فمش هعرف اكتب ال10 كلها، فبكتب 0 و1 كاري اب على النمبر اللي جنبها ايا كان اللي جنبها كام، فال1 اتحولت ل2، فبقت ال19 دي عباره عن 20. وانزل برضو نفس النمبرز هنا، كام ديجيت 2 يبقى 2 زيروز. خدتوا بالكم؟ حط الكوما، وفي الاخر هعمل ماينس 5300 ماينس 2000 هيطلع طبعا 0 ماينس 0 ايكوال 0، 0 ماينس 0 ايكوال 0، و3 ماينس 0 ايكوال 3، و5 ماينس 2 ايكوال 3. وبكده نكون خلصنا الليسون، واشوفكم على خير. جود باي.